بص، انا جاي النهارده اكلمك عن اضافات البنزين بتاعت شركه روزويل الالمانيه. بتعمل ايه وامتى تستخدمها؟ هنبدا بال 12 جي. هتستخدمه لو موتورك جي دي اي. هيشيل الكربون والترسبات اللي بتبقى موجوده في التانك، يشيل الرطوبه، يعمل حمايه ضد التاكل، وبيقلل من استهلاك البنزين، وبيحمي عربيتك لو البنزين طلع فيه ميه. والاهم انه بيشيل الكربون اللي بيتكون على وش البستن بسبب الحقن المباشر. نطلع بعد كده على 30 جي. ليه ارقام مش بالترتيب كده؟ عايزين نلخبطها. بيعلي الاوكتين 8 درجات، بيخلي احتراق البنزين بشكل صح فيزود التسارع معاه. نطلع تاني لل 35 جي. ده بيبقى فيه ايثانول وميثانول عشان ما يعملش معاك رطوبه مع الاستخدام، ما فيهوش منجنيز ولا اي معادن، وبيزود معاك قوه المحرك، بيزود التسارع وبيعلي الاوكتين. نحود بعد كده لل 22 جي. بيشيل الكربون، بيشيل الميه من البنزين من خلال انه يخلي الميه اللي جواها تتحول لجزيئات صغيره جدا تطلع من العادم، وهتلاقيه بيقلل معاك استهلاك البنزين. هروح بقى لل 31 جي. استنى، هروح له بجد اجيب ال 31 جي. ده بتقنيه الكربون اكس اللي بتفتت الكربون وتشيل، بيعلي معاك الاوكتين، بينظف دوره الوقود وقلبة الدقيق. بعد كده ال 21 جي، الخمسه في واحد. بيفتت الكربون مع الرشاشات والصبابات، بيحمي الصبابات اصلا من ان هي يحصل فيها تاكل او الكربون يترسب عليها تاني، وبيقلل استهلاك البنزين. اكبر اخواته ال 20 جي، 8 في واحد. مش كتير 8 على البنزين. ده بتقنيه البي اي اي ديكربونايزيشن، اعلى تقنيه وصلوا لها في ازاله الكربون. بيشيل اي سلادج من الصبابات، بيشيل الرواسب من البنزين، بيشيل الميه من البنزين، بيمنع التاكل والصدى من الدوره، بيعلي الاوكتين وامن على علبه البيئه، بيوفر لك في استهلاك البنزين، وبيرجع الموتور لحالته الطبيعيه. طب رواسب الكربون اللي بتبقى على الصبابات، ال 25 جي، الفالف كلينر للمواتير الام دي اي. بيفتت الكربون ويشيله من على الفالف، ويعمل طبقه حمايه عشان ما تتكونش تاني لحد ما تستخدمه تاني بعد 10000 كيلو. بينظف غرف الاحتراق وبيقلل العوادم. طيب كلها اضافات. طيب طيب كل في دبانه رخمه. طيب كلها اضافات بنزين. الديزل ملوش نصيب؟ لا، الديزل ال 22 دي بينظف الرشاشات، بيحمي نظام الديزل من الصدى والتاكل، بيزود الاكسجين في غرف الاحتراق فيقلل استهلاك السولار، والمهم طبعا انه بيقلل الدخن السوداء. العبوه دي تكفي معاك لحد 60 لتر ديزل، وكفايه كده بقى عشان مبقاش ليا مكان في الكادر.